في بدايه الفيديو وقبل ما ابدا الفيديو بتاع النهارده عايز اقول لك ان السبب اللي هنتكلم عليه النهارده تقريبا اقوى واجمد واكتر سبب بيدمر لك حياتك، مش بيخليك تبدا في اي حاجه مفيده او مش بيخليك تبدا انك تفوق لحياتك وتشوف انت بتعمل ايه وعايز تعمل ايه. وهي دي الفكره الاساسيه بتاعت الفيديوز بتاعتي، انك تبقى شخص افضل، انك تعمل حاجه مفيده في حياتك. السبب اللي هنتكلم عليه النهارده هو اللي بيخليك ما تبداش الحياه، ما تبداش انك تعمل اي حاجه في حياتك. السبب ده هو التسويف، انك بتقول بكره، انك لما تيجي تقعد على حاجه او لما تيجي تبدا في حاجه معينه مفيده طبعا تحس ان عقلك بيقول لك خليها بكره، وهيحصل ايه لو عملناها بكره والدنيا حلوه هتبقى بكره والكلام ده. وللاسف بيجي بكره وما بتعملش اي حاجه. ففي الفيديو البسيط بتاع النهارده هنحكي ليه التسويف ده بيحصل او ليه انت بتسوف في حياتك والعلاج بتاعه. ان شاء الله هنقول كام ستيبس هتقضي على التسويف خالص وتبدا تعمل الحاجه اللي انت عايز تعملها على طول، مفيش بكره تاني ان شاء الله. النهارده في بدايه الفيديو انا عملت لوجو وانترو للقناه بتاعتي، لو نزلتهم هيظهروا على الشاشه. لو نزلوا فيا ريت يا صديقي، يا ريت تكتب لي الكومنتس بتاعك على الانترو دي، هل احنا نثبتها ولا نغيرها؟ وما تقلقش خالص، الحمد لله انا اللي عملت الحاجات دي، فعادي ان انا اغيرها او عادي ان انا ابدلها. فاكتب لي في الكومنتس اخليها ولا اغيرها، وان شاء الله في اخر الفيديو هقول لك قصه اللوجو ده وازاي اتعمل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فيديو جديد مع كريم نو. خلينا في بدايه الفيديو بس نعرف ايه هو التسويف. بص يا صديقي، ببساطه كبيره جدا التسويف هو انك بتقول بكره لاي حاجه مفيده او اي حاجه كويسه عايز تعملها في حياتك، بتحاول تقنع نفسك او بتحاول تقنع عقلك انك مش فاضي، انك مش مركز، انك بكره ان شاء الله هتبقى مركز ومصحصح وتعمل كل حاجه مفيده، انك ان شاء الله الشهر الجاي عشان انت الشهر ده مش فاضي فالشهر الجاي هتبدا تعمل الحاجه المفيده اللي انت عايز تعملها، وللاسف انت بتبقى فاضي. طيب ليه الحاجه دي بتبقى كويسه؟ يعني ليه الحاجه اللي انا المفروض ان انا اعملها النهارده وبقول عليها بكره بتبقى كويسه؟ ليه ما تبقاش وحشه مثلا؟ هقول لك يا صديقي، اولا لان الحاجه الوحشه بتبقى سهله، او مش عايز اقول سهله ولكن بتبقى مش بنفس الصعوبه بتاعت الحاجه الكويسه اللي انت هتعملها في حياتك. زائد برضو ان الحاجه الكويسه بتبقى صعبه، فانت مش عايز تعمل حاجه صعبه، انت عايز تاخد السهل بيريحك في وقت او بيبسطك في وقت، ولكن الحاجه الصعبه انت مش عايز تعملها. تاني حاجه لانك مش عايز تتعب نفسك او مش حابب انك تتعب نفسك، وبصراحه الحته دي محدش فينا بيحب يتعب نفسه، يعني محدش في الحياه عموما بيحب الصعوبات او بيحب ان هو يتعب نفسه. طيب لما ما فيش حد بيحب الحاجه الصعبه او ما فيش حد بيحب انه يعمل حاجه صعبه، ليه في ناس بتطور من نفسها وبتقوم من اول اليوم تشتغل على نفسها وتطور من مجالاتها وتطور من حياتها وتروح الشغل بتاعها وتجي من الشغل تستمر في الحاجه اللي هي شغاله فيها او الحاجه اللي هي بتتعلمها. في نفس الوقت في ناس كسلانه جدا ما بتعملش اي حاجه، بتعمل الحاجات اللي مجبر عليها واللي ملزم عليها، زي الشغل مثلا اللي هو بيكون غصب عنه او اللي هو عشان يجيب مثلا لقمه عيش ويتعايش بيها، وبيجي بالشغل بينام او بيكسل انه يعمل حاجه مفيده او بيطلع مع اصحابه وما بيعملش اي حاجه مفيده. الفرق البسيط بين ده وده هنا المينتاليتي، العقليه، جست العقليه. الاول اللي شغال على نفسه عقليته بتقول له انه يطور منها او انه يطور من شخصيته ومن نفسه، لانه متاكد انه كتر ما يطور من نفسه او كتر ما يعمل حاجه مفيده لحياته حتى لو ما جابتش نتائج دلوقتي، ولكن هو متاكد ان مع الوقت هتجي النتائج. ولو لا قدر الله ما جابتش النتائج ولكن الحاجات اللي هو بيعملها المفيده اللي هو بيعملها في حياته بتغير في تفكيره، بتغير في عقليته، بتخليه شخص ناضج، شخص بيفهم الدنيا صح او بيحاول ان هو يفهم الدنيا علشان ما يتعبش. فهو ده تفكير الشخص اللي بيقوم من النوم واللي هو ما بيقولش بكره، وانه بيبدا في الحاجه على طول وما بيستناش ولا بيقول الشهر الجاي والسنه الجايه والكلام ده. اما بقى العقليه اللي بتقول بكره ولما بيجي بكره ما بتعملش، ده مش عايز يفوق لنفسه او مش عايز يفوق لحياته او مش عايز يعمل حاجه مفيده في حياته، حاجه تفيده. انا ما بتكلمش هنا على الماتيريال او ما بتكلمش على الماني والفلوس، انا بتكلم على العقليه، النضج، التفكير نفسه بيتقدم. طول ما هو واقف، طول ما هو ما بيعملش حاجه هو بيرجع. يعني خدها كده ببساطه، لو انت واقف وانت ما بتعملش حاجه في حياتك فانت اوريدي بترجع. العالم حوالينا كله بيتغير، كله بيتغير حرفيا. يعني كون انك واقف دي مش حاجه ثابته على موقفك او اللي هو انت خلاص انت كده تمام وكده فل والكلام ده، لا بالعكس، ده انت بترجع. واصله لك؟ ان شاء الله في فيديو مخصوص للعقليه وازاي تغير عقليتك وازاي تبقى شخص منتج وشخص بتعمل حاجه مفيده لحياتك وتبعد عن العلوجيه. ان شاء الله هنزل فيديو مخصوص. بس انا قلت لك الموضوع بسيمبل كده او ببساطه، العقليه او الفرق بين العقليه بين الشخص المنتج والشخص اللي ما بيعملش حاجه. طولت في الحته دي والله. طيب حلو يا كريم، بعد الرط الكتير اللي انت رطيته ده انا اسف، ولكن احنا عرفنا ايه معنى التسويف وليه التسويف بيحصل وايه الفرق بين اللي بيسوف واللي ما بيسوفش. خلينا بقى بسرعه ندخل على الاسباب اللي ازاي بيها تقضي على التسويف، ازاي ما يبقاش في بكره في حياتك وتبدا النهارده. اول سبب واهم سبب انك تحدد اهدافك. تقريبا انت زهقت مني من الكلمه دي، انا في كل فيديوهاتي بقول الكلمه دي بس مهمه، يعني مهمه جدا كمان، هي الاساس في كل حاجه، هي الاساس في الدنيا، هي الاساس في الحياه في العيشه، فانا لازم اقولها، فمعلش استحملني. عايز اقول لك انك تحدد اهدافك، انك تخليها واقعيه، تخليها حاجه حقيقيه كده، مش حاجه في عالم الاحلام، لا حاجه انت تقدر تحققها وتقدر تعملها. زائد انها تبقى قابله للقياس، تقدر تقيس التطور بتاعك فيها، تقدر تقيس انت النهارده وصلت فين، بكره وصلت فين، بعد اسبوع فين، وهكذا. ان شاء الله هنزل فيديو مخصوص واقول لك ازاي تحط اهدافك لحياتك، لان موضوع الاهداف موضوع مش من الهوا كده، في رولز معينه كده بتعملها علشان خاطر تحط هدف لحياتك. ان شاء الله هحاول ان انا اعمل فيديو مخصوص واقول لك ازاي تحط اهدافك. بس خلينا في البوينت دي اقول لك انك اختار هدفك انك عايز تطير، مش قصدي تركب طياره، اللي هو انت عايز تطير تبقى شخص طاير زي الطير والكلام ده، لان ده هبل. لا خليك واقعي، اختار حاجات ملموسه، حاجات تقدر توصل لها، حاجات تقدر تعملها في حياتك.
تاني نقطه، والنقطه دي مهمه بصراحه، انك تعمل ديدلاين لحياتك او انك تعمل جدول للهدف اللي انت حاطه. يعني مثال انا ماشي بيه اليومين دول، لو انا مثلا عايز اتعلم الموشن جرافيك، فانا مثلا حاطط في الجدول بتاعي ان انا عشان اتعلم الموشن جرافيك هتعلم مثلا فوتوشوب، الستريتور، افتر افكت. فانا في البدايه مثلا بقول ان انا هتعلم فوتوشوب، فانا مثلا بقول لنفسي ان انا هقعد 20 يوم او شهر اتعلم فوتوشوب، فكده حاطط في الجدول بتاعي ان انا مثلا الشهر الجاي انا هتعلم فوتوشوب، الشهر اللي بعده الستريتور، والشهر اللي بعده افتر افكت. الموضوع ده حلو، والموضوع ده بيضيف عليك مسؤوليه او بيحط عليك مسؤوليه، اللي هو ان شاء الله انت في خلال الشهر لازم تتخلص من الفوتوشوب. ملحوظه بسيطه بس، المثال اللي انا قلته دلوقتي ده للتوضيح، انا الحمد لله اتعلمت الحاجات دي، انا بقول لك بس عشان اوضح لك. وهكذا في اللغه زي ما قلت لك، هتقول مثلا ان انت مثلا الشهر الجاي هتحاول انك تطور الفوكاب بتاعتك او هتحاول انك تكتسب كلمات كتيره في اللغه، الشهر اللي بعده هتحاول انك تطور الليسننج بتاعك فتسمع كتير، وهكذا. ثالث خطوه في ازاي تقضي على التسويف وازاي ما يبقاش في بكره في حياتك، اعمل تاسكس ليومك تكون صغيره جدا، او اعمل مهام، اعمل حاجات انت المفروض انك تعملها في يومك تكون صغيره جدا، تكون صغيره لدرجه انك اليوم اللي انت مش عايز تعمل فيه او انت مرهق انك تعمل فيه التاسكس دي تقول لنفسك دي صغيره جدا، فاللي هو مش مستاهله اساسا ان انا ما اعملهاش. هنكمل على المثال اللي احنا قلناه في النقطه اللي فاتت بتاعت الموشن جرافيك. انا مثلا بقول ان انا كل يوم هقعد 20 دقيقه على الفوتوشوب، جاست 20 دقيقه، 20 دقيقه مش واخده حاجه يعني، هي مجرد 20 دقيقه. اليوم اللي انا ببقى مرهق فيه او اللي انا ببقى تعبان فيه بقول لنفسي كده يا اسطى دي 20 دقيقه، يعني بالحب كده اقعد على الجهاز بتاعك 20 دقيقه وبعدين قوم وتشيك. اتكلمت على موضوع المهام وانك ازاي تحط تو دو ليست لحياتك او انك ازاي تحط مهام ليومك تقدر تنفذها في الفيديو اللي فات، هحاول اظهركم على الشاشه. اعمل بقى حوار التو دو ليست ده لانه هيفيدك حرفيا، هيفيدك في اي حاجه انت عايز تتعلم. رابع نقطه في انك ازاي تقضي على التسويف او ما يكونش في تسويف في حياتك وما تقولش بكره، هي التحفيز والتفكير الايجابي. بص يا سيدي، لو انت من الناس اللي ما بتحبش التحفيز او اللي واخده سمعه وحشه عن التحفيز، واللي هو التحفيز ده يا عم ده اي هبل، الكلام بتاع دوس وعافر واجمد والكلام ده، الكلام ده انا مجرد ما انا بسمعه بنساه والكلام ده، فانا هريحك بكلمه واحده بس او هريحك بجمله. بص يا اسطى، لو انت حاطط هدف لحياتك وفي جدول انت ماشي عليه، اسمع تحفيز، اسمع الناس اللي بتقول لك اشتغل على نفسك وابدا وطور من نفسك واستمر وهتنجح. لو انت حاطط هدف وجدول انت ماشي بيه، اسمع الناس دي. حرفيا انا بسمع الناس دي، يعني الحمد لله انا بسمع الناس دي، والناس دي بصراحه بتحفزني. طب ليه الناس لما بيسمعوا تحفيز او لما بيسمعوا كلام يحفزهم بعد 5 دقائق او 10 دقائق بينسوه تقريبا؟ او التفكير بتاعي ان الناس دي ما عندهمش خطه او ما عندهمش هدف اساسا، مفيش حاجه واضحه يعملوها يبداوا فيها. وصلت؟ زي ما قلت لك، طول ما في ستيبس، طول ما في خطوات انت ماشي عليها في حياتك، اسمع تحفيز. والله العظيم النقطه دي مهمه جدا، والتحفيز ده بيخليك تكمل فعلا. يعني انت لو مرهق او تعبان ومش قادر تعمل التاسكس او مش قادر تعمل المهام اللي انت بتعملها في يومك، اسمع كلام تحفيز هيخليك تعملها. خامس نقطه، حاول انك تفكر في النتائج اللي بالحاجه اللي انت بتعملها دي هتوصلك ليها. يعني مثلا على المثال بتاعي، انا بتعلم الموشن جرافيك، انا بفكر لما ابقى مثلا الموشن جرافيك او لما ابقى انيميتور واحرك والحاجات بتاعت الموشن جرافيك دي بتديني بوش او بتديني دفعه ان انا اكمل وان انا اتعلم في الموشن جرافيك. انا اسف، ولكن انت لو ما بتفكرش في النتائج او لما ما بتفكرش في الحاجه اللي نفسك توصل لها، فتقريبا كل الطرق تؤدي الى روما بالنسبه لك. يعني كل الطرق هتوديك لولا حاجه، انت ما فيش نتائج، ما فيش حاجه انت نفسك توصل لها وبتحلم انك توصل لها. زي ما قلت لك ان حته النتائج دي او حته انك تفكر في النتائج الكبيره اللي نفسك توصل لها، ده اوريدي بيديك بوش او بيديك دفعه كده انك تكمل في الحاجه اللي انت شغال فيها، حتى لو خطوه بسيطه، ولكن انت عارف ان الخطوه البسيطه او الحاجه اللي انت بتعملها دي هتوصلك للنتيجه الكبيره اللي انت نفسك توصل لها، فهتشتغل فيها. سادس نقطة وآخر نقطة في إنك إزاي تقضي على التسويف وما يبقاش في تسويف في حياتك وتعمل حاجة مفيدة لحياتك، هي اعمل ريورد لحياتك، اعمل مكافأة لحياتك. النقطة دي مهمة جدا. اعمل ريورد أو اعمل مكافأة لنفسك، إنك بعد ما تخلص التو دو ليست أو بعد ما تخلص الحاجة والمهام اللي أنت عاملها في يومك تكافئ نفسك وتقول لنفسك أنت 100 100 وأنت جامد جدا. مش معنى إن أنا بقول لك كافئ نفسك إنك تروح تشتري مثلا عربية لامبورجيني أو إنك تروح مثلا في ستاربكس تشرب قهوة والجو ده، لا خالص. كافئ نفسك بحاجات بسيطة، أو حاول إنك تعود نفسك إنك المكافأة بتاعت نفسك دي تبقى حاجة بسيطة جدا، حاجة تقدر تعملها، حاجة قادر إنك تنفذها. يعني مثلا قول لنفسك انك لو خلصت التو ليست اللي انت حاططها في يومك النهارده بالليل هتروح تقعد مع اصحابك، انت كده بتكافئ نفسك. مثلا لما تخلص التو ليست دي انت هتشرب قهوه، وده بيحصل معايا انا مثلا لما بحط تو ليست ليومي والحمد لله بتشيك عليها وان انا بخلصها كلها، انا بروح اعمل قهوه. حوار القهوه ده 100 100 وانا كده ببقى مبسوط ومزاجنجي وزي الفل، فده مكافاه بالنسبه لي، ده بيديني مكافاه اللي هو انا خلصت تو ليست هروح اعمل قهوه، انا كده تمام، وده اللي هيخليني اعمل الفعل ده ثاني يوم. كافئ نفسك مثلا بانك تسمع فيلم مسلسل، تروح تسمع ماتش كوره. المكافآت اللي تقدر تنفذها واللي تقدر تعملها على ارض الواقع. موضوع المكافاه ده مهم جدا، لان انا زي ما قلت لك المكافاه اللي انت بتديها لنفسك بعد ما تخلص المهام اللي انت حاططها في يومك هي دي اللي بتخليك تكمل الفعل او تعمل الفعل ده ثاني يوم، لان انت عارف انك في اخر اليوم لما تتشيك او لما تعمل المهام اللي انت حاططها في يومك انت هتكافئ نفسك. فده ايه حته المرضيه دي اللي هو انت بتراضي نفسك، اللي هو انا حلو جدا كده بقى وخلصت المهام بتاعتي فانا هروح اكافئ نفسي. انا كده خلصت الفيديو وقلت لك ازاي تقضي على التسويف، وان شاء الله اعمل ال6 ستيبس دول او اعمل ال6 خطوات اللي انا قلت لك عليهم دول، واوعدك انك لو عملتهم هتقولش بكره ثاني، وان شاء الله هتبدا في الحاجه اللي جاي في الفيديو ده هيبدا هدردش شويه. فلو عايز تسمع والله تنور يا صديقي، مش عايز اتس اوكي وممكن تقفل الفيديو. وشكرا جدا على المشاهده، شكرا جدا جدا على المشاهده.
بص يا اسطى، اللوجو اللي انا عملته او الانترو اللي انا حطيتها في البدايه دي كنت عاملها في سكتش من بدري جدا، وكنت محتاج ان انا انفذها. يعني كنت محتاج ان انا اغير اللوجو القديم اللي انا عامله واحط لوجو جديد، اعمل لوجو جديد. بس بصراحه ما كنتش فاضي او ما كانش في وقت يخليني اعمل اللوجو، لان موضوع اللوجو ده بياخد وقت. انا كنت مجهز اللوجو مش ناقص غير على التنفيذ، فنفذت اللوجو ده. انا ما عملتش غير الرسميه، ولكن الانترو او الفيديو اللي هو الترانزيشن والافكت اللي انا عامله ده بالافتر افكت، يعني ده ببرنامج تاني. فمش عارف اخليه انترو للفيديوز بتاعتنا وكلوجو برضو للقناه بتاعتنا ولا اغيره. انا مش عارف. يا ريت يا صديقي لو سمعت لحد هنا يا ريت تكتب لي رايك في الكومنتس، وهل اخليه وان شاء الله بعد شهر او شهرين ممكن نغيره عادي مفيش مشاكل، ولا اغيره مش مظبوط وفي شويه تعديلات. ولو ليك تعديلات على اللوجو فانت كده تبقى حبيبي ومية مية. انا كده خلصت الكلمتين اللي انا عايز اقولهم. في الاخر حابب اشكرك جدا جدا انك سمعت لي لحد هنا، شكرا بجد يعني. في الاخر thank you very much for watching and see you soon يا برو. باي. لحد دلوقتي مش سبسكرايب في القناه، انزل يا صديقي سبسكرايب في القناه وفعل خاصيه الجرس. 100 100.